يا مساء الجمال. تخيلوا أكلة بتقعد تستوي في الرماد لمدة 6 ساعات كاملة. أكلة ما بيعملهاش غير المعلمين، وسر حلاوتها مش بس في بهاراتها لكن في القدر اللي استوت فيه. النهاردة في أكلة وحكاية هنروح لزقاق مراكش عشان نعرف سر الطنجية، الأكلة اللي بتجمع الحبايب وبتحتاج طول بال. طنجية مش زي الطاجن، دي حاجة تانية خالص. زمان كانت الطنجية هي أكلة الحرفيين والصناع في أسواق مراكش. يوم الجمعة كان المعلمين يجمعوا اللحمة والبهارات ويحطوها في القلة الفخارية الطنجية ويقفلوا عليها بإحكام. والسر فين؟ كانوا بياخدوا للفرناشي، الشخص المسؤول عن تسخين مياه الحمام المغربي، ويدفنوها في الرماد السخن من الصبح لحد الصلاة، ولما تخلص الصلاة يفتحوا الكنز ده وياكلوه في لمة ما فيهاش غير الضحك والأصل الطيب. سر الطنجية إنها بتعتمد على الطياب، يعني الطاهي. الطهي البطيء جدا، المكونات بسيطة بس قوية، لحمة بقري أو غنم، سمن مغربي حار، زيت زيتون وليمون مخلل وشوية زعفران حر وكمون، ومفيش بصل ولا طماطم ولا مية كتير. هي بتستوي في عرقها لحد ما اللحمة تبقى زبدة وتدوب من على العظم. عشان تعملوا طنجية بلمحة مراكشية في البيت، القدر لو ما عندكيش الفخار المخصص ممكن تستخدمي حلة ضغط أو قدر فخاري عادي في الفرن على أوطى درجة حرارة ممكنة. الليمون هو بطل القصة، بيدي الطعم المزز والملوحة المظبوطة من غير ما تضيفي ملح كتير. الزعفران لازم تدوبيه في شوية مية دافية قبل ما تضيفيه عشان يوزع لونه وطعمه الملكي على اللحمة. الطنجية بتعلمنا إن الحاجة اللي بتتعمل على الهادي ومن القلب دايما نتيجتها بتكون خيالية. قولولي في التعليقات، جربتوا الأكل المغربي قبل كده؟ وإيه أكتر أكلة مغربية نفسكم تعرفوا حكايتها؟ واستنونا الحلقة الجاية في أكلة وحكاية بالصحة والراحة. سلام.